صباح الخير سلطاناتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباحكم سماء زرقاء مكللة بالغيوم، صباحكم نشاط وحيوية وطاقة وإيجابية وثقة وأمل ويقين بالله إنه اليوم أحلى من البارحة، وإنه باكر أحلى من اليوم إن شاء الله، كله بأمر الله سبحانه وتعالى اللي أمره بين الكاف والنون. توني قعدت الساعة يمنا تقريبا 10:30 وحلو الجو عجبني، حبيت أسجل لكم فيديو كم كلمة يعني أوجه لكم إياها، لأن ما شاء الله أول ما فتحت عيني وفتت على التعليقات 3/4 سلبية وإحباطات وتشاؤم. تفائلوا حبيباتي، تفائلوا، كونوا إلى الله أقرب. أتمنى تخلون ثقتكم بالله كبيرة، لا تربطون حياتكم. دائما أقول لكم لا بتاروت ولا بأبراج ولا بخيرة ولا بأي شيء، كله بأمر الله سبحانه وتعالى اللي أمر بين الكاف والنون. أبسط نعمة بحياتنا وأحلى نعمة بحياتنا هي أنه نقعد الصبح نشم هواء ونستنشق هواء نقي ونظيف، ونحمد الله ونشكره أنه الله كتب لنا يوم جديد بحياتنا ورزقنا يوم جديد بحياتنا نعيشه. وهذا أكبر نعمة كل الناس غافلة عنها. ما حد ما يعرف قيمة هذا الشيء، ما حد ما يعرف قيمة إنه الله يكتب لك يوم جديد بعمرك تعيشه، تحمد الله وتشكر عليه. الناس تتمنى، يمكن كلكم عايشين بنعم، تحسون نفسكم متذمرين وضايجين وكئيبين وتحسون حياتكم محبطة وحياتكم كلها عكوسات، مع العلم اكو آلاف غيركم، مئات غيركم يتمنون ربع اللي انتو بيه. دائما كونوا الى الله اقرب، دائما كونوا اكثر تفاؤل واكثر طاقة ايجابية. مو قصة انه جاي اقنعكم بهذا الحكي لو جاي اصفط حكي. انا اعرف اكو قسم راح يفكرون يقولون اي طبعا هي ايش رايح لها قاعدة باوروبا ما ادري وين تصفط حكي. لا والله اعوذ بالله، اني ما صفط حكي، اني صادقة ويا ربي قبل كل شيء، وصادقة ويا نفسي وياكم. ما أحب أزيف لكم الكلام ولا أحب أصبغ لكم الحياة لو ألون لكم إياها، لأن الحياة مليانة عكوسات. ما أخفي عليكم مليانة صعوبات وعكوسات. مو كنا ولدنا وبحلقنا ملعقة ذهب أو خاشوقة ذهب، كنا مرينا بظروف طيحت حظنا وكسرتنا وخلتنا نكره الساعة السوداء يمكن اللي ولدنا بيها. لكن لازم نكون إلى الله أقرب. شوفوا الهواء شلون هواء بارد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازم كنا نكون أكثر ثقة بالله، لازم تكون عندنا ثقة عمياء بالله سبحانه وتعالى كثقة الأنبياء. راح تقولين هذول أنبياء والله اختبرهم. الله من اختبر الأنبياء كانوا بشر مثلنا. لازم يكون عندكم ثقة مثل ثقة يوسف من إخوانه ذبوه بالبير، وهو كان كله ثقة بالله سبحانه وتعالى إنه الله راح يطلعه من البير ويغير حياته وراح يعزه وينصره ويخليه عزيز بين قومه. وفعلا ربي عزه ونصره وخلاه عزيز مصر. لازم تكون عندكم ثقة كثقة أيوب عليه السلام، من الله ابتلاه وأخذ زوجته وأولاده وبلا بمرض. الدود قام يخرج من كل أنحاء جسمه، حتى قام يخرج من لسانه، وهو بقى صابر ويردد ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكل ثقة أنه الله راح يكشف عنا البلاء والمرض ويرجع له أهله وأولاده وراح ينصره من بعد مرض وابتلاء. لازم تكون عندكم ثقة كثقة يونس عليه السلام، وهو ببطن الحوت وكان يعاند ويتمرد ويقول انه انا اطلع من بطن الحوت. ولكن الله سبحانه وتعالى طلعه بعد ما كان من المسبحين وظل يردد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خلوا عندكم ثقة مثل ثقة زليخة وعشقها وحبها اليوسف اللي مر عليه سنين وشفتوها اتصور كلكم، ويمكن احلى قصة ذكرت بالقرآن واحلى مسلسل يعني مثلوه هي قصة سيدنا يوسف عليه السلام وعشق زليخة إلى العشق اللي مستحيل ينسي. كانت عندها ثقة برب العالمين إنه راح يرجع لها يوسف وراح يخلي يوسف يحبها ويعشقها بيوم من الأيام، لدرجة إنه من رجع يوسف كانت هي عجوز وتعبانة وظهرها منحني ووجهها مجعد، يعني كان عمرها بال70، وكانت واثقة إنه الله جبر خاطرها برجعة يوسف، والله جبر خاطرها رجع لها شبابها. ومن رجع لها شبابها التهت عن عشق يوسف بعشق الخالق مو المخلوق. لما طلب منها سيدنا يوسف انه تعيش وياه قالت له انا عشقتك سنين، لكن عشقي اتوجه للي خلاني احبك واللي زرع محبتك بقلبي. فخلوا يكون عندكم هاي الثقة اللي عاشوها الانبياء، اللي عاشوها كل اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن. خلوا عندكم ثقة سيدنا موسى عليه السلام، هو يحارب فرعون اكبر
عدو لله وأكبر طاغية، وهو واثق أنه الله راح ينصر عليه وهو مجرد عبد ضعيف. خلوا عندكم ثقة سيدنا نوح عليه السلام وهو يبني السفينة، وزوجته خانته وكانت ويا القوم الكافرين، وابنه غدر بيه، وهو واثق أنه الله راح ينصره بالطوفان اللي الله قلب به العالم كله. وكل ثقة عمياء برب العالمين. خلوا عندكم ثقة عمياء بالله. ناموا مطمئنين، ناموا وانتوا ذابين حمولكم وهمومكم على الله سبحانه وتعالى، وشون مثل ما يقول متفائلين ومتأكدين انه باكر راح ربي يغير حالكم من حال الى حال. بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء. سبحان ربي مغير الاحوال. عنده كن فيكون. يعني شوفوا الكاف والنون ايش قد قريبه برمشه عين. هاي رمشه العين اللي ترمشوها، بهاي رمشه العين ربي يغير من حال الى حال. ربي يجعل اقداركم كلها ميسره بجاه الصبح هذا. ربي يجعل ايامكم كلها من أحلى ما يكون. ربي يجعل أقداركم كلها ميسرة من عسير إلى يسير. لا تتشائمون ترى. لا تجي واحدة تقول عمري 43 لو عمري مثلا 32 وبعدني ما مخطوبة وما متزوجة. ترى العمر مجرد رقم. العمر دائما أقول لكم ممكن أنت بالعشرين بس من الإحباطات واليأس والكآبة اللي عاشتها تغيرين ملامح وجهك يصير عمرك بالأربعين بالخمسين. ممكن أنت عمرك 40 50 بس من التفاؤل والثقة واليقين بالله وبالحياة تخلين عمرك يبين بالعشرين. يعني أنا يمكن أغلبكم أعرف قصتي ومعاناتي والضيم والقهر اللي شفته، لكن شفتوا الفيديو اللي نشرته قبل فترة من كنت ويا ابني بالسوبر ماركت ومرة ألمانية شافتني وياه تقول لها هاي مرتك. يعني أنا أقولكم بالعراق يمكن كانت معاناتي والضغوطات والانكسارات والعكوسات اللي بحياتي تخليني أبين أكبر من عمري يمكن بسنين عديدة، لكن دائما ثقتي بالله خلتني أقوى. ودائما الجمال الداخلي أو جمال الجوهر يعكس على جمال المظهر. التفاؤل 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 يا سلطاناتي. تفاءلوا بالخير تجدوه، وتفاءلوا بالله وكلام الله، وثقوا بالله ثقة عمياء. ثقوا بالله ثقة عمياء كثقة الأنبياء اللي صارت بهم مصايب الدنيا، اللي يمكن إحنا لو مرت علينا ربع مصايب الأنبياء ما كان نتحملها، كان ننكسر ونتذمر ونقول يا ربي خلص إحنا مو أنبياء حتى تختبرنا. لكن الله خلاهم عبرة إنه ذكرهم بالقرآن حتى نتعظ وحتى ناخذهم عبرة. مو بس نفتر على الخيرة قالت الخيرة وحكت الخيرة قالت تاروت وحكت تاروت. خلوا ثقتكم وأملكم بالله أكبر وأحلى. حبيت إنه شوية أغير مودكم وأنشر لكم هالكم كلمة صراحة، لأن شفت كمية تعليقات محبطة محبطة محبطة. يعني حلو واحد من يفتح عينه الصبح ويدعي الله ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. بس من يجر التليفون ويشوف التعليقات بقناته على اليوتيوب يا ينعل المود ماله كله ينقلب 180 درجة من كمية اليأس والإحباط اللي أشوفه. أنا وياكم حاسة بيكم، لأن ياما مرت علي هاي الظروف، لكن والله العظيم ما كنت أشكي. أقرب الناس اللي هي أمي الله يرحمها ويرحم موتاكم ما كنت أشكي لها، كنت دائما أشكي همي. إنما أبث حزني وهمي إلى الله. دائما أشكي همي إلى الله سبحانه وتعالى، وكنت دائما كل ثقة إنه يا ربي أنت مغير الأحوال، وواثقة إنه راح تغير حالي من حال إلى حال. دائما خلوا ثقتكم بالله. عادي تحملوا ضغوطات الأهل، تحملوا ضغوطات الزوج، تحملوا كل العكوسات اللي بحياتكم. لكن الشيء الوحيد اللي فعلا أنا أدري وحاسة بكم ما تتحملوا هو السحر. السحر وكيد العمات والحموات هذا فعلا شيء لا يطاق. لكن كذلك ادعوا الله يخلصكم منهم ويغير حالكم إن شاء الله من حال إلى حال. ربي يجعل يومكم مكلل بالصلاة على النبي. ربي يجعل يومكم مكلل بالطاقة الإيجابية وبالتفاؤل وبالحياة الحلوة. ربي يجعل صباحكم ومساءكم وكل وقت يمر من أوقاتكم وكل ثانية من وقتكم ومن عمركم تمر ربي يجعلها كلها تقدم إلى الأحسن، وكلها تفاؤل وثقة ويقين وأمل جديد بالله سبحانه هو تعالى. تفائلوا حبيباتي. أنا ما أعرف، يعني يمكن راح تقولون هاي بس تحكي وتحب تحكي هواية، لكن لازم ممكن كم كلمة تضايق البعض، لكن ممكن حرف من كم كلمة اللي قلتهم تزرع الطاقة والتفاؤل رغم التقليدات. هلا وسحقت اعذروني لأن بعد ما متريقة.
رغم التعليقات السلبية الهواية اللي أقراها، لكن أفرح من أشوف أكثر من سلطانة من سلطاناتي كاتبت لي أني كنت ضايجة بس من أسمع فيديوهاتك وأسمع صوتك أرتاح نفسيا. هذا أكبر شيء وأكبر دليل على أنه أنتم بداخلكم أمل، بداخلكم ثقة ويقين بالله، لكن محتاجين اللي يعزز هاي الثقة واللي شوية يصحيها بكم ويدعمها. أتمنى الكلمة الطيبة صدقة. أتمنى الله يجعل كلامي عليكم خفيف ويجعل كلماتي صدقة. ربي يجعلها بميزان حسناتي، حتى لو تغير حال وحدة، أو ممكن تزرع الأمل والثقة واليقين بداخل وحدة أو 10 من سلطاناتي، هاي كافي. دائما حبوا بعضكم، دائما تركوا الغيرة والحسد. والله العظيم ما يدمر الحياة وما يجيب العكوسات والفقر والنحس غير الحسد والقيل والقال والنميمة. حبوا الحياة، حبوا بعضكم. أدري المجتمع اللي عايشين به كله نفاق ونميمة، يعني من عاشر قوما 40 يوما صار منهم. لكن انتم تجنبوا السفهاء، تجنبوا المنافقين، ازرعوا لنفسكم عالم خاص حتى لو بغرفتكم بينكم وبين الله. يعني خلوا هل لك سر عند الله، خلوا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى السر وحالة خاصة وحياة خاصة تعيشوها بعيدا عن الناس، بعيدا عن القيل والقال، بعيدا عن المنافقين. وبس خلوا علاقتكم بالله. حتى أمكم، اللي الأم هي أقرب شيء للإنسان، مرات تكون هي سبب تعاستنا وسبب تعاسة الشخص. ابتعدوا خلوا ثقتكم بالله، بس اشكوا همكم لله، اشكوا أسراركم وأحزانكم لله، واشكوا كل همومكم لله. مغير الأحوال. شوفوا هسه الدنيا غير، ربي يغير من حال إلى حال. هسه برمشة عين وبلحظة ربي يخفي هذا الغيم ويسوي السماء زرقاء صافية. سبحان ربي مغير الأحوال. ربي يسعد أوقاتكم بكل خير. أتمنى أنه هالكم كلمة ربما تنطيكم طاقة إيجابية، ربما تزرع لكم تفاؤل شوية وثقة ويقين. أتمنى لا تضوجون مني ولا تضايقون من كلامي وتقولون تحكين هواي، لكن والله العظيم أحبكم في الله، ولو ما أحبكم ما مجبورة أضيع من وقتي هالكم دقيقة وأحكي وياكم هذا الحكي. ولا همي القناة، صدقوا لو همي القناة كان خليت صفحة انستا وارقام تليفونات وصفحة فيس حتى اتواصل وياكم وحتى يزيد عدد المشتركين وتزيد المشاهدات، لكن القناة مسويتها مثل ما قلت لكم لوجه الله تعالى. ومن شفت تعلقي بيكم وتعلقكم بي وكم وحدة تغيرت حياتها بسببي، والله جعلني سبب لسعادة كم وحدة، فحبيت انه اكمل بيها. والا اخر همي القناة واخر همي المشاهدات واللايكات والمشتركين. هي هيك ضربة حظ ان نجحت، وهاي الله يوفقنا وما توفيقي الا بالله. وان ما نجحت عادي، هي ماشيه. ومثل ما قلت لكم، مش وقت ما ارد اسدها ما اهتم، لكن ما احب اكسر بخاطركم، لان هواي قالوا وهواي حلفوني لسديها. مجرد سماع صوتك طاقه ايجابيه، وهذا فضل من ربي. عسى ربي يسمعكم صوت الرحمن. ربي يسعد اوقاتكم كل خير بجاه الصبح هذا. ربي يرزقكم كل ما تتمنون. ربي يبشر كل محرومه، اللهم امين، بالذريه الصالحه، كما بشر ساره زوجة ابراهيم، وكما بشر زكريا بيحيى. اللهم امين. ربي يبشر كل وحدة بالزوج الصالح ويجبر خاطرها بلم الشمل ويا حبيبها. ربي يرجع كل وحدة لطليقها ويلم شملها ويا أطفالها. اللهم آمين. ربي يسعدكم ويرزقكم أجمل الأقدار. أحبكم في الله، يعني ما تتصورون والله العظيم قد محبتي لكم. أتمنى لكم السعادة والستر مثل ما أتمنى البناتي، الله شاهد، وأتمنى لنفسي. أتمنى ربي يبطل عنكم السحر وكل العكوسات مثل ما الله فرجها علي. لكن أنا مو كنت قاعدة رجل على رجل والله فرجها علي. صح الشيخة ساعدتني، لكن الله سخرها لي. بس على قولة الشيخة تقول أنا كنت سبب 20%، بس ال 80% بفضل الله، وأنتي بإرادتك وبطاقتك وبثقتك بالله أنت اللي تحديتي وأبطلتي السحر وقاومتي العكوسات. مو كل شيء نعتمد على الشيخة وعلى المشايخ وعلى الروحانيين. خلوا ثقتكم بالله وخلوا إيمانكم بالله، وتواصلوا وتمسكوا بسورة البقرة اللي هي كنز مهم لإبطال السحر وحرق الجن والشياطين والعوارض وطرد العكوسات. وما توفيقي إلا بالله. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. أتمنى ربي يسعدكم ويرزقكم أجمل الأقدار. لا تنسوني باللايك إذا حبيتوا، والاشتراك ودعم المملكة. أحبكم في الله، وعسى ربي يرزقكم كل ما تتمنون، وأسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير وبكل راحة بال. دمتم في أمان الله.